محمد علي برمضان، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. اليوم 18 سبتمبر 2025 احنا في يوم مهم برشا، هو يوم وطني لتقييم الموسم اللي تعدى 2024-2025 والاستعداد للموسم 2025-2026. التقييم مهم برشا باش نقفوا على السلبيات اللي عرضتنا الموسم اللي فات وباش نبنيو عليها في الموسم الجاي. احنا نعرفوا اللي المواسم الفلاحيه ما تشبهش لبعضها، لكن فما عنصر قار اللي هو عنصر التمويل اللي هو مهم برشا، ومشكور البي ان ا مع البي تي اس اللي اليوم حضروا معنا، وهذا باش يكون دافع للفلاحه باش ياخذوا القروض الموسميه نتاعهم معناها بالطرق المتعدده معناها القروض الموجوده حاليا، وان شاء الله تنجح عمليه تمويل الفلاحه. ونحبوا احنا زاده كيف كيف كاداره عامه للانتاج الفلاحي اللي بالنسبه احنا عندنا فلاحين صغار، دونك الفلاحه الصغار هذوما نقصوا عليهم من الوراق ونقصوا عليهم من الاجراءات اللي نجم ياخذ قرض موسمي باش يخدم به باش يعمل انتاج ويبدا منتج يتحصل عليه في افضل الظروف. فاحنا ان شاء الله متفائلين خير، ان شاء الله عام طيب. حققنا نتائج باهيه الموسم اللي تعدى، تقريبا 20 مليون قنطار، هو رقم طيب للغايه. تجميع 12 مليون كيف كيف 12 مليون قنطار تم تجميعهم في احسن الظروف. التمويل الموسم اللي فات 130 مليون دينار بين البنك الوطني الفلاحي وبين البي تي اس، هذايا معناها خاصه البنك الوطني الفلاحي 120 مليار اللي حطهم لتمويل الموسم، وهذا ماشيين في اطار قروض موسميه. مشكور هو على المجهود، لكن احنا نطالبوا بالمزيد. ان شاء الله شريحه جديده نتاع الفلاحه تدخل تتحصل على القروض وتخدم الزراعات الكبرى اللي فيه خير البلاد هذيا. وان شاء الله الموسم هذا يكون معناها انطلاقه فعليه. اليوم انا نعتبره انطلاقه فعليه لموسم الحبوب اللي معناها ان شاء الله البوادر نتاعو تكون طيبه. مع الشكر.